تخيل إنك قاعد في بيتك في أمان الله، وفجأة التليفون يرن، ولكن الأمر دوّة كان زمان، قبل ما السمارت فونز تتطور، وقبل ما يبقى في حاجة اسمها caller ID والبرنامج اللي يطلّع لك أرقام التليفونات كده وتعرف مين دوّة. رنة التليفون كانت تعتبر نوع من أنواع المفاجأة، يا ترى مين اللي بيتصل؟ خبر حلو والّا خبر وِحِش؟ فأنت بترفع بالسماعة وتسمع، تسمع صوت راجل، صوت غريب، هادي بس مخيف، بيقول لك تفاصيل عنك، بيقول لك أنت لابس إيه دلوقتي، بيقول لك أنت خرجت الساعة كام ورجعت الساعة كام، وبيقول لك إنه بيحبك، وفي نفس الجملة بيقول لك إنه هيقتلك. بتقفل السكة وأنت بتترعش، وتفتكر إنه مجرد واحد مريض أو واحد صاحبك بيعمل فيك مقلب، بس التليفون بيرن تاني وتالت ولمدة شهور. الشخص دوّة بيبقى كأنه ضِلّك، بيراقبك في كل خطوة، وعارف عنك كل همسة، لحد ما ييجي اليوم اللي الصوت دوّة بيقرر فيه ينفذ وعده. حكايتنا النهارده هو أنت هتحسها إنها فيلم رعب، ولكن ده كابوس حقيقي عاشته اسمها دوريثي جين سكوت. كابوس بدأ بمكالمة تليفون وانتهى بإن التليفون فضل يرن، بس المرة دي عشان يبلغ أهلها بموتها. فأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست من الأرشيف. أنا أحمد غنيمي، والنهارده في حلقة جديدة في لغز مطاردة دوريثي جين سكوت. فيلا في البداية ما تنساش إن أنت تعمل لايك وفولو للبودكاست على كل المنصات، سواء يوتيوب أو سبوتيفاي أو تيك توك أو حتى فيسبوك. هتلاقينا على كل المنصات سواء باسم بودكاست من الأرشيف أو سواء باسم أحمد الغنيمي. ويلا بينا بدون أي مقدمات طويلة، يلا بينا نبدأ حلقتنا. بتبدأ قصتنا في سنة 1980، تحديدا في مدينة أنهايم في ولاية كاليفورنيا. دوريثي سكوت ست شابة عندها 32 سنة، أم عزباء ومكافحة، عايشة حياة هادية جدا مع ابنها الصغير شون اللي عنده 4 سنين. ودوريثي كانت عايشة هي وهو في بيت عمتها. دوريثي كانت ست متدينة وطيبة وفي حالها عامة خالص، يعني من الآخر ست مسالمة. وهي كانت أساسا شغالة سكرتيرة في محل بيبيع أدوات دينية ومستلزمات الهيبيز، وحياتها تعتبر كانت حياة روتينية ومملة جدا لحد ما التليفونات بدأت. في الشهور الأولى من سنة 1980 دوريثي بدأت تجيلها مكالمات غريبة في الشغل. كل مرة ترفع السماعة تلاقي نفس الصوت، صوت راجل مجهول. في الأول الكلام يعني كان باين إن هو غريب بس مش مهدد قوي. يعني واحد كان بيتصل بيها بيقول لها إن هو معجب بيها وإن هو بيتابعها وإن هو بيحبها. فدوريثي كانت بتقفل السكة وخلاص الموضوع يعني بينتهي، فلو ما كانتش شاغلة بالها بالموضوع. ولكن الموضوع ما وقفش عندنا، الموضوع اتطور بسرعة مرعبة جدا. الصوت بدأ يتغير، الحب اتحول لتهديد، والغزل اتحول لوصف دقيق ومرعب لتقطيع جسمها. والأبشع من كل ده إنه كان بيثبت لها إنه شايفها وإن هو عارف هي بتعمل إيه. وفي مرة تحديدا اتصل بيها، وكان محتوى المكالمة إن هو بيقول لها إن السكارف الأحمر بتاعها اللي كانت لابساه النهاردة كان حلو عليها جدا. وفي مرة تانية اتصل وقال لها بالتفصيل هي عملت إيه جوه بيتها، كأنه كان قاعد معاهم في الأوضة. والموضوع خلى دوريثي تبدأ تترعب، لأن بجد الموضوع مريب جدا وهي مش فاهمة فيه إيه. لأن الأمر لو هي كانت في البداية هتستوعبه إن هو مجرد مكالمات معاكسة، هو الأمر اتحول لشيء أرعب من كده. وهي بدأت إنها تحاول إنها تاخد أي إجراء احترازي تجاه الأمر دوّة، بحيث إنها بدأت مثلًا تاخد دروس كاراتيه عشان تحاول إنها تدافع عن نفسها، وبدأت تفكر إنها تشتري مسدس. الخوف حرفيًا أكلها. الست اللي كانت هادية ومبتسمة ومسالمة والناس كلها بتشيد بقد إيه إنها في حالها، اتحولت تحول غريب، اتحولت لست خايفة إنها تبُص على ضِلّها، ست ماشية حرفيًا على أعصابها، واللي هو حاسة إنها مهددة في جميع الأوقات. فهي بقت قلقانة جدًا، لغاية ما في مكالمة من المكالمات الصوت قال لها جملة واحدة، جملة فضلت ترن في ودانها: "أنا هاقتلِك يا دورسي وهاقطّعِك حِتت بحيث ما حدش هيقدر يلاقيكِ أبدًا." دورسي طبعًا اترعبت، ولكن ما كانتش مدركة إن الميعاد بتاع الكلام دوّة هيقرّب، بحيث إن في يوم 28 مايو 1980، يوم كان بدايته عادية جدًا. دوريسي راحت الشغل، وفي اجتماع الموظفين زميل ليها اسمه كونراد. كونراد لاحظ إن دراعه وارم جدًا وشكله تعبان، كإنه مقروص من عنكبوت، خصوصًا عنكبوت الأنواع السودا، بحيث إن هو عنكبوت سام. ودوريسي بطبيعتها المعهودة
إنها ست خدومة وست مسالمة، عرضت إنها توصّله المستشفى على طول، هي وزميلة تانية اسمها بام. خدوا على طول كونراد في عربية دورسي، عربية تويوتا ستيشن بيضة موديل 73، وراحوا مستشفى جامعة كاليفورنيا، ووصلوا عند المستشفى بالليل، ودخّلوا على طول كونراد إن هو يتعالج، ودورسي وبام قعدوا إن هم يستنوه في الاستراحة. والجو يعني كان هادي جدًا، وكانوا بيقروا مجلات وبيضحكوا عشان اللي هو يحاولوا إن هم يخففوا التوتر دوّة. ولكن دوريسي كان باين عليها إنها مرتاحة شوية، بعيدة عن تليفون الشغل المرعب اللي يتصل بيها كل يوم، واللي هو حاسة اللي هو إن ما فيش ضغط وراها النهارده. لغاية ما الساعة جات 23:00 وكان كونراد خلاص خلّص علاجه وخد الروشتة، ودورسي قالت لهم إيه، باقول لكم إيه، استنوني أنتم هنا عند المدخل، أنا هاروح أجيب العربية وآجي لكم، عشان اللي هو ما تتمشوش المسافة دي كلها، وخصوصًا يا كونراد إن أنت تعبان يعني. فاللي هو إيه، اللي هو الست خدومة بتحاول إنها اللي هو إيه، ما تخلّوش يمشي، خصوصًا إن هو الراجل لسه ملسوع من عنكبوت سام يعني. فدورسي خرجت من باب المستشفى ومشيت في اتجاه الباركينج الضلمة، وبام وكونراد وقفوا إن هم يستنوها عند البوابة. ولكن في حاجة غريبة حصلت. عدّت 5 دقايق، 10 دقايق، 20 دقيقة، دورسي لغاية دلوقتي ما جاتش. بام بدأت تقلق وقالت لكونراد هو غريبة، المفروض تكون وصلت أساسًا، ولكن هم مش عارفين إيه اللي حصل. وفجأة بيلمحوا عربية دورسي التويوتا البيضا جاية من بعيد بسرعة مجنونة. العربية كانت مندفعة ناحيتهم. بام وكونراد شاوروا العربية إحنا هنا، اقفي اقفي اقفي. بس العربية ما وقفتش. العربية فتحت النور العالي في عينيهم لدرجة إن هم ما شافوش مين اللي سايق، وكملت بسرعة رهيبة، وخدت الملف اللي قصاد المستشفى بكل جنون بقى على أعلى سرعة، وخرجت من بوابة المستشفى واختفت في ضلمة الطريق السريع. بام وكونراد طبعًا كانوا واقفين مصدومين. هي دورسي سابتهم ومشيت؟ هل حصلت طوارئ لابنها فهي اللي هو محتاجة إنها تجيبه بسرعة مثلًا، واللي هو تلحقه، حصلت مصيبة؟ هُم ما كانوش فاهمين حاجة. فاستنوا ساعة، ساعتين، والوضع برضه غريب، ما رجعتش دورسي لغاية دلوقتي. فعلى طول راحوا اتصلوا ببيت عمتها، قالوا: "يا طنط هي دورسي ما رجعتش؟" قالوا لها: "لأ، دورسي ما رجعتش." راحوا اتصلوا ببيت أهل دورسي، "هي دورسي موجودة هنا؟" "لأ، دورسي مش هنا." الأمر بقى مش مفهوم وما حدش فاهم أي شيء، لغاية ما بييجي تاني يوم الصبح، وبيلاقوا عربية دورسي محروقة بالكامل في زقاق مهجور كده بعيد عن المستشفى بحوالي 10 أميال. ولكن الفكرة، دورسي ما لهاش أي أثر. دورسي اختفت وكأن الأرض انشقت وبلعتها. طبعًا الأمر بقى مُريب ولازمًا الشرطة تتدخل، وعلى طول اتصلوا بالشرطة، والشرطة بدأت تحقق. وطبعًا في أسئلة أساسية لازمًا نعرف، هل هي هربت؟ هل هي اتخطفت؟ طبعًا هم مش فاهمين أي شيء. ولكن الأهل حكوا للشرطة عن الشخص اللي كان بيطاردها في المكالمات، والمكالمات المرعبة بتاعته. وطبعًا الشرطة حطت الأمر دوّة في عين الاعتبار، وبدأوا إن هم يدوّروا، ولكن ما كانش في أي دليل. ما فيش بصمات في العربية المحروقة، ما فيش شهود شافوا مين اللي خطفها من الباركينج. وهنا بنبدأ الفصل التاني من الرعب، الفصل اللي بيخلّي القضية ديّة واحدة من أبشع القضايا النفسية في التاريخ. بحيث إن بعد أسبوع واحد من اختفاء دورسي، تليفون بيت والدها ووالدتها السيد جايكوب والسيدة فيرا رن. الأم على طول ردت بلهفة، فاكرة إن بنتها بتتصل بتستنجد بيها، ولكن اللي سمعته كان الصوت، نفس الصوت المجهول. قال لها جملة واحدة بكل برود: "أنا قتلتها." وقفل السكة. تخيل قهرة أم بتسمع الجملة ديّة. الأمر صعب جدًا إن أنت تتخيله، ولكن يا ريت الموضوع وقف هنا. دي كانت بداية التعذيب. القاتل حرفيًا كان شخص سادي، كان مريض بالتعذيب النفسي. الراجل دوّة لمدة 4 سنين كاملة، زي ما أنت سمعت، 4 سنين. القاتل دوّة كان بيتصل ببيت أهل دورسي كل يوم أربع، اليوم اللي الأم بتبقى فيه لوحدها غالبًا يعني يعتبر. يرن، الأم طبعًا بترد بكل لهفة اللي هو عايزة أي خبر عن بنتها، فتلاقي إن القاتل دوّة هو اللي بيتصل بيها، يقعد يسمّعها صوته وهو بيتنفس، ويقول لها: "دورسي بتاعتي أنا." أو يسألها: "هي دورسي في البيت؟" وساعات
كان بيشغّل لها أغاني حزينة ويقفل. طبعًا الأمر دوّة الشرطة لمّا عرفته بدأت إنها تحطّه في عين الاعتبار، وبدأت إنها تركّب أجهزة تسجيل وتنصُّت في بيت الأهل. وفي مرّة قدروا إن هم يلقطوا المكالمة، ووالد دورسي رَد، والقاتل قال له: "أنا قتلت دورسي." وطبعًا الأب كان بيحاول إن هو يمُط معاه في الكلام عشان الشرطة على الأقل تقدر إنها تحدد مكانه، وراح الأب قال له: "لأ، أنت كدّاب، أنا لسه شايفها." فراح القاتل ضحك بكل سخرية وقال له: "لأ، ما شُفتهاش، أنا قتلتها." وبعديها قام قفل السكة في وشه. طبعًا الشرطة حاولت إنها تتبع المكالمة، ولكن للأسف التكنولوجيا في وقتها بجد ما كانتش سريعة كفاية، والمكالمة كانت قصيرة جدًا، والقاتل قفل قبل ما يحاولوا إن هم يحددوا مكانه. وكل اللي عرفوه إن هو كان بيحاول إن هو يتصل من كمينة تليفون عامة قريبة، بس هم ما لحقوهوش. طبعًا بنعيش في الدايرة من العذاب النفسي ديّة لغاية ما بييجي أغسطس 1984، بعد 4 سنين من العذاب والانتظار والمكالمات، في منطقة نائية ومعزولة. عمال بناء كانوا بيحفروا عشان يمدوا طريق جديد، وبيلاقوا فجأة عظم. في الأول بيفتكروه عظم كلب، بس لما بيكملوا حفر بيلاقوا بقايا بشرية، جمجمة وعظم حود وساعة يد حريمي. عقاربها كانت وقفت عند الساعة 12:30 بعد نص الليل، تحديدا في تاريخ 29 مايو 1980. طبعا الشرطة بتاخد خبر عن البقايا ديت وعن العظم دوت وبيحاولوا ان هم يحللوه. وبعد تحليل الأسنان، لأن طبعا ما كانش باقي أي رفات ان هم يقدروا يعرفوا بيه مين جثة، فبياخدوا تحليل من الأسنان عشان يعرفوا، وبيتأكد فعلا الخبر اللي الأهل كانوا خايفين منه. بس في نفس الوقت كانوا مستنيينه عشان الكابوس دوّة يخلص، والعضم دوّة كانت بقايا ورُفات لدورسي جين سكوت. الخبر أكيد نزل عليهم كالصاعقة، ولكن هم كانوا مستنيين الخبر دوّة على الأقل يشفي غليلهم ويهدّيهم شوية بدل ال4 سنين اللي هم عاشوها في عذاب نفسي. ولكن كان أملهم حتى إن هم يعرفوا سبب الوفاة، والطب الشرعي ساعتها ما قدرش إن هو يحدد سبب الوفاة. لأن الرُّفات عامةً بتاعها كان متحلِّل ومحروق جزئيًا، بس اللي كان الأكيد بالنسبة للطب الشرعي إنها اتقتلت. وبعد الخبر دوّة المكالمات وقفت، ومجرّد ما الخبر نزل في الجرايد إن هم لقوا جثة دورسي، التليفون اللي ما كانش بيبطّل رن، المكالمات اللي كانت بتنزل عليهم كل يوم كعذاب وقفت. القاتل فعلًا حقق هدفه. هو كان بيتصل عشان يعلّقهم بالأمل أو عشان يعذّبهم بالشك. ولمّا القصة انتهت واتعرف مصير دورسي، هو اكتفى، حس إن هو شفى غليله. الشرطة طبعًا فضلت إنها تحقق مع كل الناس اللي يعرفوا دورسي، حققوا مع زميل ليها كان مهووس بيها شوية، بس حتى ما لاقوش أي دليل ضده. حققوا مع ناس غريبة، بس الصوت فضل مجهول. ولحد النهارده ما حدش يعرف مين هو الراجل اللي طارد دورسي شهور وعذّب أهلها سنين، وخطفها من وسط النور وقتلها، وعذّب أهلها بصوته. وحتى يمكن يكون إن هو مات، ويمكن يكون لسه عايش وسط الناس، شايل في ذاكرته صوت صريخها ورقم تليفون أهلها، وقد إيه إن هو كان مستلذ بعذابهم النفسي وحرقتهم على إن بنتهم ضاعت منهم واتقتلت. قضية دارسي سكوت بتسيب جوانا خوف بدائي، خوف موجود في كل البشر منذ بدء الخليقة، وهو الخوف من المجهول اللي بيراقب في صمت. الخوف من إن حياتك العادية ديّة ممكن تتقلب جحيم بسبب هوس شخص حتى أنت ما تعرفش شكله. بحيث إن القاتل دوّة هو سرق دورسي مرتين، مرة لمّا خطفها وقتلها، والمرة التانية لمّا سرق راحة بال أهلها وسرق حقهم في إن هم يحزنوا على بنتهم في كل سلام. في القصص اللي إحنا بنحكيها وبنتعرّف عليها قليل أوي لمّا بنقابل شر نقي ومجرد كده، شر هو هدفه الألم بس للبني آدم، شر هدفه العذاب بس للبشر. فجريمة قتل دورسي جين سكوت هو واحدة من القصص اللي هتفضل معلمة في سطور التاريخ وملفات الأرشيف، بحيث إن يا ترى كام دورسي تانية موجودة في العالم بتسمع جرس تليفون وتخاف ترد. عامة دي كانت حكاية دارسي جين سكوت،
القضية اللي لسه مفتوحة في سجلات الشرطة ومقفولة في قلوب اللي حبوها بوجع ملوش نهاية. فعامةً لو عجبتك الحلقة ما تنساش إن أنت تعمل لايك وشير وتقول لي رأيك في الكومنتات، ولو عندك قصة حابب إن أنت تسمعها أتمنى إن أنت تبعتها لي عامةً أو تكتبها لي سواء على أي منصة من منصات السوشيال ميديا بتاعتي، ولو أنت كنت مكان أهل دورسي كنت هتتصرف إزاي مع المكالمات ديّة. وبس كان معاكم أحمد الغنيمي، ودي كانت حلقة جديدة من الأرشيف، وأشوفكم في حلقة جديدة وأتمنى إن أنتم تخشوا الجنة، وسلام.